أهل السويداء محاصرين والصوت مش مسموع. اسمعوا شو وصلنا من هناك. نحن بحاجة هلق لأنه من كل الجهات الدولية والحدود الإدارية على السويدة هن موجودين وعم يفوتوا بزينا، عم يلبسوا زينا، عم يقتلوا الشباب ويلبسوا زيهم ويفوتوا على البيوت ويقتلوا النساء. امبارح وصلت معهم انهم يقتلوا ويقطعوا رؤوس النساء. حقيقة شيء غير مقبول. وبالمقابل مئات الشباب الدروز بمنطقة الجولان عم بيحاولوا يدخلوا الأراضي السورية، والجيش الإسرائيلي عم بيحاول يمنع دخولهم. والرئيس الروحي للطائفة الدرزية بالبلاد الشيخ موفق طريف بلغ نتنياهو انه لازم يختار بين الشراكة مع الدروز او مع داعش، وحسب الاعلام الاسرائيلي في محاولة لتدخل اسرائيلي. عم يتم القصف من فوقنا بطريقة كثير بشعة، هدفهم انهم يقتلوا اكبر عدد ممكن من الطائفة الدرزية قبل ما يغادروا. ومش بس الدروز، اقليات تانية زي المسيحيين والعلويين كمان عم بتعرضوا لانتهاكات مشابهة، تهجير، خطف وحصار، وكل هاد وسط صمت دولي وفشل تام بأي تدخل فعلي أو حتى إدانة واضحة للحكومة الحالية. ودروز السويداء بيقولوا الصورة مش زي ما الإعلام عم ببث. الوضع الحالي بسوريا عم بيسبب قلق كل المنطقة وعم يفتح تساؤلات كبيرة عن دور النظام ومين المستفيد الحقيقي وشو أصلا الهدف من اللي عم بيصير، لوين رايحين. شاركونا.